بصوا كده الفيديو ده. الامور لما هو اسوأ من الوضع الحالي. هذا الجانب احنا جاهزين هنا، مصر جاهزه تماما، شمال سيناء جاهزة. لا، خلي السؤال صريح عشان اجاوبك اجابه صريحه. هل ستقوم عمليه عسكريه ما بين مصر واسرائيل؟ اذا اقتربوا من هذا السور. اي بني ادم على مستوى العالم تمام يفكر فقط ان هو يقرب ده على الحدود المصريه، سيكون الرد المصري مفاجئ للعالم كله. وانا بقول لحضرتك الكلام ده مش كلام عاطفي او عشان انا محافظ. انا 41 سنه خدمه قوات مسلحه، انا كنت قائد الجيش الثاني الميداني، انا كنت رئيس هيئه الاستخبارات العسكريه المصريه 3 سنين ونص. وتاكد تماما لو احنا ضعاف لا هيفكروا، لكن انا بطمن حضرتك وبطمن كل اللي سمعني وبطمن الشعب المصري وبطمن كل اقليم الشرق الاوسط. في ايطاليا وفي لا يجرؤ بني ادم ان يقترب من الحدود المصريه، من يقترب من الحدود المصريه لا يلومن الا نفسه، ليس بما هو معلن بما هو غير معلن. اللي انت شفته في الفيديو ده هو اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء. الراجل ده كان رئيس جهاز الاستخبارات المصريه وكان قائد الجيش الثاني الميداني، ولسه ماسك منصب محافظ شمال سيناء في يوليو 2024. كان واقف عند معبر رفح بيتابع المساعدات اللي بتخش جوه قطاع غزه، ولما اجتمع حواليه الصحفيين قعدوا يسالوه شويه اسئله